النهارده مش يوم عادي لأي زملكاوي، النهارده يوم من الأيام اللي جمهور الزمالك هيقعد يفتكرها سنين طويلة. الزمالك بطل الدوري رسميا، الدوري رقم 15 في تاريخ النادي بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف. بس الحقيقة الفرحة ديت أكبر بكتير من مجرد بطولة دوري، لأن اللي عاش الموسم ده مع الزمالك عارف إن الفريق كان ماشي وسط نار حرفيا، وعشان كده البطولة ديت ليها طعم مختلف جدا، طعم الصبر وطعم العند وطعم انك تكمل حتى وانت ناقصك نص فريق. والغريب ان في ناس كتير كانت شايفه ان موسم الزمالك انتهى اصلا، خصوصا بعد خسارته الكونفدراليه بالطريقه المؤلمه دي. ودي لحظه بصراحه كانت صعبه جدا على اي زملكاوي، لان الفريق كان قريب والجمهور كان حاسس ان البطوله في المتناول، وفجاه كل حاجه راحت. وقتها طبيعي جدا ان اي فريق ينهار نفسيا، لكن اللي حصل بعد كده هو اللي خلانا نحترم الفريق ده اكتر، لان الزمالك قرر يقوم رغم ان الظروف اصلا كانت ضد اي محاولة للعودة. بص على الغيابات بس، لا الونش موجود ولا محمد اسماعيل ولا المهدي سليمان، لدرجة ان الفريق اضطر يلعب بمدافع من الناشئين. ودي حاجة لوحدها كانت كفاية تخوف أي جمهور. لكن الأغرب إن حتى اللعيبة اللي كانت موجودة ناس كتير منهم كانوا بيلعبوا وهم مش جاهزين 100%. وبزيرة مثلا كان بيلعب وهو مصاب، وده يوريك قد إيه الفريق كان بيحاول يطلع آخر نقطة عنده. وعارف إيه أكتر حاجة فرقت معايا في الزمالك الموسم ده؟ إن الفريق ما كانش كامل أصلا. يعني بص على باقي المنافسين، كل فريق داخل عامل صفقات ودعم نفسه وحاول يحل مشاكله، الا الزمالك النادي اصلا كان موقوف من القيد. يعني الفريق داخل الموسم وهو عارف انه مش هيعرف يتحرك بسهوله، وده حاجه مرعبه لاي مدرب واي اداره، لان طول الوقت بتحاول تحل مشاكل لكن بايد مقيده. وفوق كل ده ناصر ماهر اتسحب من الفريق بدون تعويض حقيقي، ودي كانت ضربه صعبه جدا بصراحه، لان الزمالك ما كانش عنده رفاهيه انه يخسر اي عنصر مهم. ومع كل ده الفريق غير اكتر من مدرب، ودي من الحاجات اللي غالبا بتضرب استقرار اي نادي. كل مدرب بفكر مختلف، بطريقه لعب مختلف، بطلبات مختلف، لكن الزمالك كمل. وحتى لما الفريق ما قدرش يكمل الموسم بمدرب اجنبي برضه كمل. ودي نقطه لازم تتحسب للفريق وللاعيبه بصراحه، لان طول الوقت كنت حاسس ان المجموعه دي عندها اصرار غريب. يعني الاداء ما كانش مثالي في كل الماتشات، وممكن الزمالك ما قدمش اجمل كره في الدوري، لكن بصراحه كان عنده شخصيه. ودي اوقات بتكسب بطولات اكتر من اي حاجه، لان البطولات الطويله مش دايما بياخدها الفريق الاحسن، اوقات بياخدها الفريق اللي بيعرف يستحمل اكتر. وده اللي حصل، كل مره الزمالك يقع يرجع يقوم، كل مره الناس تقول خلاص الفريق انتهى تلاقيه راجع يكسب تاني. وده يمكن اكتر شيء يميز الزمالك تاريخيا، ان النادي ده عمره ما كان نادي الظروف السهل. الزمالك دايما يحب يمشي في الطريق الصعب، وعشان كده جمهور الزمالك علاقته بالفريق مختلفة جدا. الجمهور ده شاف كل حاجة، فرح، انهيارات، مشاكل، ضغط، مواسم صعبة جدا، لكن في الاخر عمره ما ساب النادي. وده اللي خلاني حاسس ان البطولة دي تحديدا بطولة جمهور اكتر من اي حد، لان الجمهور ده استحمل كتير، استحمل توتر وانتقادات وخوف كل اسبوع، ومع ذلك كان موجود. وده اللي بيخلي لحظات زي دي عظيمة جدا، لانك بتحس ان التعب كله طلع في اللحظة دي. وبصراحة كمان في لعيبة تستحق احترام كبير جدا الموسم ده، لعيبة لعبت وهي مضغوطة، لعيبة لعبت وهي ناقصة جاهزية، لعيبة كانت بتقاتل في كل كورة كأنها آخر كورة في الموسم. وده يمكن اللي فرق الزمالك عن غيره، الروح. يمكن مش أكتر فريق عنده إمكانيات، ويمكن مش أكتر فريق عنده دقة قوية، لكن كان عنده رغبة. ودي حاجة جمهور الزمالك بيعشقها جدا، ان الفريق حتى لو ناقص، حتى لو متبهدل، بيفضل يقاتل. وعشان كده بصراحة البطولة دي لها طعم مختلف، لان مش بطولة جاية بسهولة، ده بطولة جاية بالعند وبالصبر وبشخصية الفريق. وفي النهاية ممكن ناس تشوف ان ده مجرد بطولة دوري، لكن اي زملكاوي عاش الموسم ده عارف كويس جدا اللي حصل ده اقرب لمعجزة كروية فعلا. ودلوقتي قولولي فين ترتيب البطولة ديت وسط بطولات الدوري اللي شفناها للزمالك؟ وهل فعلا دي من اصعب البطولات في تاريخ النادي؟ ولو انت بتحب الكوره وبتحب تفهم الكوره مش بس بتتفرج عليها، ما تنساش تنضم للمشاغف وتخليك دايما منورنا. ما تنساش اللايك وسبسكرايب. سلام يا فرسان.